احنا طبعا يعني بنقول الكلام ده مع حضرتك المهندس ابراهيم محلب، وبنقول الكلام ده على الهوا. نرجو ان كل السلطات الجزائريه، الحكومه الجزائريه والامن الجزائري، انه يوقفوا هذا النوع من الجنون، والشعب الجزائري نفسه يوقف هذا النوع من التعصب المتطرف البشع. يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال انه ده يبقى بسبب مناسبه رياضيه. لو هنوصل الامر ما ينفعش انه اكيد وصلنا دلوقتي لانه في اشاعات بتتقال. ادينا بنكرر لحضراتكم مره تانية، مفيش حاله وفاه جزائريه في مصر. اللي سمعتوا عنه في الانترنت انه 8 نعوش، هذا ليس صحيحا. مفيش اي حالات وفاه في مصر لاي جزائريين. لو في اي نوع من الاعتداء على جزائري هو الاعتداء على مصري. احنا هنقف في الحكايه دي، نحمي بعضنا قبل الامن، وبالتالي احنا بنطلب ده من حضراتكم كمان على الهواء. بنطلبه من حضراتكم في الجزائر كناس وكمواطنين، من غير صفه، من غير ولا حكومه ولا امن. نرجوكم ان انتوا تحاولوا تحموا ناسكم دول اللي هم المصريين اللي عايشين بينكم. احنا مع حضراتكم دلوقتي تابعنا عدد من التطورات. من الواضح انه المساله بتتصاعد. المهندس ابراهيم محلب قال انه في غرفه عمليات، يعني ما حدش يصدق انه في غرفه عمليات بنتكلم عنها علشان تواجه اعتداءات بسبب ماتش كوره. احنا عندنا دلوقتي الخارجيه المصريه اكدت ان الاعتداءات دي بتحصل وفي اكتر من مكان، سواء كان في المقاولين العرب او كان في اوراسكوم تيليكوم او كان في شركه مصر للطيران. في رئيس جزائري هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذا الرجل هو أحد رموز القومية العربية، وهو أحد الرموز العربية الكبيرة. بنطلب منه بشكل مباشر على الهواء مباشرة، أرجوك تدخل بشكل أسرع، لأنه إحنا محتاجين دلوقتي لقوات مكافحة شغب علشان يبقى فيه نوع من إيقاف هذا الجنون في الشوارع. اكيد الرئيس الجزائري والشعب الجزائري والمصريين، مفيش اي حد يقبل دلوقتي انه ياخد مهله انه 3 ساعات يمشي علشان ينجي بروحه. حتى لو ما كان الكلام ده غير حقيقي، فمجرد انه يتساب من غير حمايه ده هيؤدي لوضع كارثه. يعني المهندس ابراهيم محلب دلوقتي بياكد لنا انه مفيش حد مصاب، لكن احنا بنتكلم عن 3 ساعات. طب ايه اللي هيحصل بعد ال3 ساعات؟ ليه ما يبقاش دلوقتي في تواجد امني كبير على التجمعات دي؟ يعني الواحد مش قادر يصدق انه احنا النهارده شغالين، مقاولين العرب شغاله لوحدها، مقاولين العرب شغاله من غير اي نوع من الغطاء الامني الجزائري. محتاجين مساعده علشان الناس تبقى في حمايه. نفس الحكايه بالنسبه لاوراسكوم تيليكوم، 1500 في مواجهه 5000 من الغاضبين. سامعك يا استاذ بدوي، اتفضل. وصل الندى لاكبر مسؤول، وصل الندى لرئيس الجمهوريه. عايزين الصبح يا طياره يا سفينه هاي سيب الشله من هنا. لو جاء علينا يوم الاربعاء احنا مش هنروح. اتغلبوا والله هنموت. الشعب ده قدامه مليون سنه على ما يفهم. في ناس متخلفه جدا. يا حول الله يا رب. انتوا كام واحد يا استاذ بدوي؟ كام واحد يا عم بدوي؟ في 1200 واحد في الكامب اللي انا فيه في وهران، في الشاعريه، في الورزو. عندك اي مسؤول من مسؤولين الشركه؟ وفي واحد استاذ معك هو يعرفك بنفسه. الو الو الو. ايوه يا سيدي، مين معايا؟ ناجي. لا لحظه، ناجي كرولس معاك. ناجي؟ الو. ايوه يا استاذ ناجي. ناجي كرولس. ماشي. اهلا بيك يا استاذ ناجي. اهلا بحضرتك. ايه الوضع عندك دلوقتي؟ بنموت هنا. نعم. بتقول يا حبيبي ايه الوضع عندك دلوقتي؟ طمنا. دلوقتي الاستاذ عم بدوي كان بيقول ان الوضع هدي شويه. يا بيه الوضع يا بيه، الوضع هنا خراب. بيرموا علينا ازايز بنزين دولع، بيرموا علينا كاوتش واحد، بيرموا علينا انابيب غاز. الحكومه بعتوا لنا طيارات من الجيش المصري، الحكومه مش عارفه تحمينا هنا. لا حول الله يا رب. دلوقتي عندكم امن؟ يعني في اي امن وصل ولا ما وصلش؟ الو. انا سامعك. الو. سامعني كويس؟ سامعك كويس. سامعني كويس؟ يا راجل يا طيب سامعك. معاك احمد الشامي. يا استاذ احمد، حضرتك بتشتغل ايه؟ ارجوك، احنا هنا في موقف يرسى. الموقف هنا متأزم جدا جدا جدا. يا ريت المسؤولين السيد السفير بيقول ان احنا بنهول. عايز اعرف احنا بنهول في ايه؟ هو جه هنا وشاف المنظر.
ارجوكم. كان معانا المتحدث الرسمي معانا انا لغايه دلوقتي تصدق ان انا لغايه دلوقتي يا استاذ احمد يا عم احمد احنا معانا كان معانا دلوقتي حالا متحدث رسمي رئيس وزاره الخارجيه. انا ما بتكلمش على السفير، اسمعني بس الاخر واهدى عشان نعرف نحل الموضوع. اهدى علشان نقدر نحل الموضوع واسمعني عشان تهدي الناس اللي حواليك. انا هادي وعمال اهدي في طيب الناس هنا. بص يا استاذ احمد اسمعني الله يكرمك. كان معانا دلوقتي المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه المصريه قال انه رئيس الوزراء احمد نظيف اتصل بالحكومه الجزائريه، اتصل برئيس الوزراء الجزائري، ووزير الخارجيه المصري احمد ابو الغيط اتصل بوزير الخارجيه الجزائري. ودلوقتي في اجراءات علشان تحميكم. انا ما بتكلمش على دلوقتي بيتقال لكم ايه عندك جوه. كل الكلام اللي بس طمني، عايز اقول لك على حاجه بس. انتوا دلوقتي عندكم اي اصابات؟ انا بكي. عندنا اصابات يا بيه موجوده. عندنا اصابات، واصابات في الرجول وفي الدماغ وبتاع، واصابات كتيره اكتر. دقيقه واحده ومش قادرين، لا في اسعاف بتقدر تخش ولا في عربيه بتقدر تطلع من قلب الكامب اللي موجود في الشهريه، والموقف سيء الى ابعد. طب انتوا دلوقتي بتتكلموا مع مين يا استاذ احمد؟ يا استاذ احمد انتوا دلوقتي بتتكلموا مع مين؟ ايوه يا باشا معاك. ممكن تخلي واحد يكلمنا عشان نعرف المعلومات ونقدر نتعامل مع الموضوع. قول لي دلوقتي انتوا بتتكلموا مع مين واوصف لي المكان اللي انتوا فيه. احنا في منطقه ارزو، دي منطقه صناعيه، المنطقه بتاع تجمع العاملين في كامب الشهريه. ايوه المنطقه دي حواليها سور مفتوحه. نعم. المنطقه دي شكلها ايه؟ بصراحه ايوه يا باشا معاك. الو بالله يا رب. الو يا جماعه بس علشان والله نعرف يعني نعرف نوصل المعلومات صح. منطقه ارزو الصناعيه، المنطقه منطقه الكامبات بالشهريه. طيب المنطقة دي مقفولة عليكم، عليها سور، منطقة مفتوحة يا باشا؟ موجود في داخل الموقع مش في خارجه، لأنه مش قادر يسيطر. أنا مش سامع كويس يعني. الو ايوه يا باشا. الو